إخواني أخواتي، تحياتي لكم والسلام عليكم. السيمو كنرحب بكم من جديد، فيديو جديد على قناة كول فاميلي. كنشكركم بزاف على الدعم والمساندة مستمرين. نتوما راه ديما كتدعموا القناة وديما كتساهموا في انجاح القناة بلي كومونتير وبالمشاركة ديالكم بالاسئلة وبالبارطاج مع الاصدقاء ومع العائلة، وهذا الشيء كله كيفرح وعدد ديال المتابعين كيتزاد، والحمد لله القناه راه غادا ناجحه، وهذا كيشجع على المزيد من العطاء ومزيد من الجديد. الفيديو ديال اليوم نزول عند رغبه الاصدقاء بطبيعه الحال. كثير كيسولني على الشرطه في امريكا، البوليس في ميريكان، كيفاش تدخل تولي بوليسي في ميريكان. هنا الا عطيتكم واحد السؤال غادي تفاجئوا، الا قلت لكم اما صعب تدخل البوليس المغرب ولا البوليس ميريكان، غادي تفاجئوا من الجواب. بطبيعه الحال الاغلبيه غايقول لك البوليس الميريكان صعب من البوليس المغرب، ولكن الجواب لا، خطا. الجواب الصحيح هو ان البوليس ديال امريكا اسهل بكثير من البوليس ديال المغرب. دخل البوليسي في ميريكان اسهل بكثير، واحد الدرجه ما تتصورش، لدرجه انه غتدخل البوليس بحال داخل شي وظيفه عاديه. بطبيعه الحال البوليس في ميريكان كيتنوع بزاف، كاين عندهم بزاف الانواع ديال البوليس، وكاين عندهم اختلاف من ولايه لولايه، 50 ولايه اختلاف ما بين ولايه لولايه. والشروط اللي كيطلبوا ماشي نفس الشروط، من ولايه لولايه كيختلف الشروط. بطبيعه الحال طريقه الامتحان كتختلف، طريقه الخدمه كتختلف، ولدرجه انهم حتى الدوار الاحياء، حنا عندنا مثلا دوار ولا حي عندهم بوليس ديالو خاص به، بالطوموبيلات خاصين بهم، الطوموبيله بسميت داك الدوار وداك الحي. الطوموبيله كتكون بسميت داك النجدات وداك الطوموبيلات البوليس كتكون بسميت داك الحي. يعني عندهم واحد لا مركزيه كثيره بزاف. لا مركزيه يعني الاستقلال على الاداره المركزيه. بطبيعه الحال اول حاجه الشروط ديال باش تدخل البوليس الميريكان، اما تكون عندك الجرين كارد ولا تكون عندك الجنسيه، على حساب الولايات. كاين الولايات كيطلبوا الجنسيه وهم الاغلبيه، وكاين ولايات كيطلبوا غير الجرين كارد، تكون عندك غير البطاقه الخضراء وتدخل البوليس. بالنسبه للسن في البوليس ديال امريكا ما كاينش شي سن محدد، هو على الاقل تكون عندك 21 عام بحال المغرب. 21 عام هو اقل سن باش تدخل البوليس، ولكن الحد الاقصى تكون عندك 30 عام 40 عام. كاين البوليس كيدخلوا فوق 40 عام، كاين كيدخلوا حتى 50 عام على حسب الولايات. غير الانسان كيقول لك يكون فيه مازال فيه ما يجري وما مريضش حتى شي مرض اللي غيعرقل ليه الخدمه، يكون انسان صحيح ويقدر يجري، يقدر يدير اي حاجه، يدخلوا للبوليس واخا يكون في العمر ديالو كبير في العمر ديالو. حاجه اخرى بالنسبه للطول في البوليس ديال امريكا، ما مهمش الطول، يكون عندك الطول اللي بغيتي، غير ما تكونش قصير بزاف قزام. الطول اللي عندك متر 68 متر 70 متر 65 متر 50. كاينين بنات عندهم هنا غير متر وكذا 40 وداخلين للبوليس. المهم انه الطول يكون مقبول، ما يكونش داك الطول عاوتاني قصير بزاف، هادو اهم حاجه. بالنسبه للدبلومات كيطلبوا كلهم، البوليس ديال امريكا كيطلبوا شهاده البكالوريا بطبيعه الحال. شهاده البكالوريا ضروري تكون عندك. مثلا بالنسبه مثلا شي واحد مغربي جا لهنا اقل من 18 عام مثلا وخدا قرا وخدا البكالوريا ديالو هنا، من يوصل 21 عام عنده حق يدخل البوليس، واخا عنده غير لا كارت غريز، واخا يكون عنده غير الجرين كارد، تكون عنده غير بطاقه خضراء يدخل البوليس. وكاين الولايات اللي غيقبلوه. بطبيعه الحال اول حاجه كديرها الا بغيتي تدخل البوليس امريكا، كتدخل السيت الموقع ديال داك الولايه ولا داك المدينه اللي انت فيها، كتدخل موقع البوليس وكتسجل. منين كتسجل بطبيعه الحال وكيقبلوك كيعيطوا لك باش تجي تكمل الاجراءات. شنو هما الاجراءات اللي كتكمل؟ كدير واحد الاختبار كتابي. شنو هو الاختبار الكتابي؟ فيه الرياضيات وفيه تقرا كتاب بالانجليش بالونجلي، تقراه يكون عندك النطق السليم بالونجلي، تكون لان بطبيعه الحال انت غتكون بوليسي امريكي، خصك تهضر مع الناس بالانجليزيه، مع مواطنين امريكيين بالانجليزيه. خص تكون عندك الانجليزيه مزيانه، وتكون حتى الكتابه كتكتب بالانجليزيه مزيانه، لانك كتحرر محاضر وكتحرر مخالفات، خص تكون عندك الانجليزيه مزيانه في الكتابه. هذا هو التيست ديال الرياضيات، التيست ديال الكتابه وديال القراءه. كدير واحد الاختبار بدني ديال الجرا ديال 2000 متر، كتجري 2000 متر كيشوف واش تعيا ولا ما كتعياش. وكدير حتى رفع الاثقال. رفع الاثقال كيدخل لاصر كيشوفوا يعني شحال كيفاش تقدر كتهز انت الاثقال، الوزن كيف شحال الوزن كتهز وشحال، يعني ما خصكش تكون عاوتاني صحتك مدقدقه ما تقدرش تهز الاوزان وداك الشيء.
اضافه الى كاين بعض الولايات كيديروا الحبل، كيبدا يطلع مع الحبل، هذا حتى هو كيتسمى تيست. وبالنسبه من بعد ملي كتنجح في هذا الاختبار الكتابي كتدوز للاختبار الشفوي اللي هو الطبيب. الطبيب كيدير لك فحص شامل، بطبيعه الحال ما خصش تكون فيك شي عاهه مستديمه، ولا تكون ما قادش دير واحد الحركه يديك مشلولين ولا رجليك مشلولين ولا شي حاجه بحال هكا. هذا هو الفحص الشامل، وما يكونش فيك شي مرض معدي او شي مرض خبيث او شي مرض اللي يكون مزمن. بطبيعه الحال هادشي اللي كاين، هادو هما الشروط اللي كيطلبوا، اهم الشروط هما هادو. وبطبيعه الحال كما قلت لكم انا، البوليس ديال امريكا انواع، كاين بوليس الفيدرالي او الاف بي اي، هو البوليس اللي على مستوى الامريكي الفيدرالي، هو البوليس الوطني، البوليس ديال امريكا، هذاك البوليس بوحدو بوليس فيدرالي. كاين امريكا ما فيهاش الجدرميه، كيخدموا البوليس في جميع المناطق، البوليس في القروي وفي هذا المجال الحضري والمجال القروي، كيخدموا في كل شيء. كاين البوليس ديال ستيت بوليس، او كتقول ستيت بوليس ولا ستيت اوف بوليس، هذا بوليس اوف ستيت. هذا البوليس الولائي كيخدم خارج المدن، هو بحال قلتي الجدرميه، كيخدموا خارج المدن. هما والشريف، الشريف كيخدم داخل المدن وخارج المدن. وحتى بطبيعه الحال راه يمكن هذاك البوليس ديال الستيت الا هربتي لهم المدينه حاجه كيدخلوا يقلبوا عليك في المدينه، يعني ممكن يدخلوا يقلبوا عليك في المدينه البوليس ديال الستيت. كاين البوليس ديال الدور، هما اللي قلت لك انا بوليس ديال الاحياء، والبوليس ديال المدن، كل مدينه عندها بوليس ديالها بوحدو. وداخل المدينه كل مثلا شيكاغو كان عندها بوليس ديال شيكاغو ديال المدينه الكبيره، وكاين بوليس ديال الاحياء. بالنسبه لهذا نهايه التدريب، ملي كدير التدريب اللي السطاج اللي كيديروا، ولكن السطاج عندهم ماشي كازيرني ولا انترن بحال البوليس المغرب، ما كتخرجش. سطاج البوليس ديال امريكا يمكن لك تخرج تسالي الحصه ديالك في النهار، بحال دابا من 8 حتى 4 العشيه ولا 6 كتسالي بحال كتمشي بحالاتك، اولا هذا كيقولوا ليه فول تايم لانك كتخدم في النهار. بغيتي دير غير بارت تايم، عندك شي خدمه كتخدمها مثلا في النهار كتجي بالليل، كتجي من 6 العشيه حتى 12 الليل ولا حاجه، هذا ممكن. ولكن الفرق انك ملي كتخدم فول تايم كتجي دير ستاج من الصباح حتى العشيه، كتكمل في 5 شهور. 5 شهور كتولي بوليسي في امريكان، ما كاين لا عامين ولا 3 سنين ولا 4 سنين، 5 شهور. الا كنت كدير بارت تايم كدير يعني وقت غير جزء من الوقت، خاصك دوز 10 شهور ديال الستاج باش كتكمل البروغرام اللي عاطينك. وكما قلت لكم انا كتخرج في العشيه، ما كاينش داك القضيه ديال تبقى عندهم داخل وياكلوك ويشربوك، كتخرج في العشيه كتمشي بحالاتك، وفي الغد كتجي عاوتاني تكمل الستاج ديالك. بطبيعه الحال ملي كتخرج كيعطيوك واحد ديبلوم ممكن تخدم معاهم هما. الا ما بغيتيش كتمشي تدفعوا لمدينه اخرى وكتخدم بها، المدينه اللي بغيتي اللي ساكن فيها انت ولا اللي قريبه ليك ولا ساكن فيها مرتك ولا شي حاجه، كتمشي تدفع لهم داك الدبلوم كيقبلوك عندهم، كتولي بوليسي معاهم. وبطبيعه الحال ملي كتسالي ستاج كيعطوك اللوازم ديال العمل، الكسوه، كيعطوك الفردي، كيعطوك داك اللوازم باطون الكتريك، كيعطوك داك العصا ديال الحديد اللي كتحل وتسد، كيعطوك كاع لوازم داك الباطون اللي كتهرس الدجاج، كيعطوك جميع اللوازم ديال البوليس. هذا هو يعني بحال المغرب كيعطوك جميع اللوازم. بالنسبه للاجور، بالنسبه للصالير ديال البوليس كيختلف من ولايه لولايه، مرات من مدينه لمدينه كيختلف، ولكن اجمالا كيتراوح الصالير ديال البوليس ما بين تقريبا 5000 حتى 6000 دولار في الشهر، 5 مليون حتى 6 مليون مغربيه، 5000 حتى 6000 دولار في الشهر. ولكن ما كيخلصوش الشهريه، البوليس هنا كيخلصوا اما بالسيمانه اولا بالكنزه، جوج د السيمانات، يا اما بسيمانه ولا جوج سيمانات على حساب كل ولايه عاوتاني والقانون ديالها، اما تتخلص بسيمانه اولا تخلص بكنزه ب 15 يوم. هذا هو اجمالا هو الشروط اللي كيطلبوا في البوليس والطريقه ديال كيدوزوا ستاج. بطبيعه الحال ماجده كتعيط ليا. الو انا كنصاوب الفيديو، نكمل واحد 2 دقائق ونكمل 2 دقائق ونكمل. يلا واخا انا نعيط لك. يلا واخا يلا سلام. كيفين خليناها بالنسبه للاجور كتختلف من ولايه لولايه، مرات من مدينه لمدينه على حسب الصعوبه ديال الخدمه. المهم كيطرح ما بين 5000 حتى 6000 دولار
تقريبا في الشهر. وهذا الاجر هذا اللي كيعطوك 5000 6000 دولار راه عادي، راه بحال اي واحد كيخدم في ميريكان يقدر يصور داك 5000 6000 دولار، يقدر يصور اي واحد في ميريكان، غير انت كتعتبر موظف حكومي، يعني انك محسوب على الدوله. اما الصالير راه ماشي شي صالير مهم بزاف ولا شي صالير يعني مهمزه ولا شي حاجه، الصالير بحال كاع جميع الموظفين تقريبا. ايوا انت فرق عندك امتيازات اخرين، عندك امتيازات. هاد 5000 دولار ملي كيقتطعوا لك بطبيعه الحال لاسيورونس ديال الطبيب والتقاعد والضريبه وكل شيء، كتبقى لك 5000 دولار تقريبا في الشهر. وهذه 5000 دولار مزيانه بالنسبه للمعيشه الحياه في امريكا، مزيانه 5000 دولار. بطبيعه الحال نتمنى ما نكونش نسيت شي حاجه، لان تقريبا داكشي اللي سولت وداكشي اللي قلبت هذا هو اهم حاجه في البوليس ديال امريكان. والبوليس الامريكان كما قلت لكم انا راه اسهل، الا بغيتي تدخل اسهل لانها اصعب مهنه. هنا راه ما كاينش الجناوه ولا السواطر، هنا راه كاينين الفراده. هنا راه الا ما حطيتيش راسك وما رديتيش البال مزيان يقدروا يشيروا فيك يقتلوك. هادشي علاش هنا صعيبه الخدمه ديال البوليس، سهله في السطاج وسهله في القبول، ولكن صعيبه في الخدمه، طريقه العمل صعيبه بزاف. نتمنى هذا الفيديو تكون استفدتوا، والا بقات شي حاجه ما شرتش ليها طرحوها لتحت اسئله، مستعد نجاوب عليها. وتحياتي لكم والسلام عليكم.